السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حكايات من التراث الجزائري. حكايتنا اليوم بعنوان بكرة اليتامى. شكون منا ما يعرفش هذه الحكاية؟ تغنوا بها الجدود ملي كنا صغار، ويقولوا اليتيم يتيم الأخلاق والدين، وصلوا على من عاش وتربى يتيم ووصل لنا كتاب سيدي رب العالمين. يحكوا في جهة من بلادنا الواسعة كانت كاينة عائلة تعيش مع بعض في رحمة ربي، راجل ومرته ووليداته زوج، طفل وطفلة. لحد واحد النهار جا ومرضت ميمتهم، ومرضها طال وصعاب مع الحال والفقر وقلة المال. توفت ذيك المخلوقة وخلت بقرة وورث الجدود. قالت خلوها لوليداتي، لا تبيعوها ولا تذبحوها. ووصت جارتها إذا توفيت الدار في أمانتك خليت. وكما تعرفوا الراجل يدفن وقلبوه على من عرسو غدوة. والجارة عملت بالوصية وقدام الراجل زينت النية، وقالت أنا هي اللي تهز لك الدار والذرية. وكانت عندها بنت ربيبة، وكما تعرفوا اللي مات بوه يتوسد الركبة، واللي ماتت أمه يتوسد العتبة. مع الوقت بدأت ذيك الطفلة اللي خلتها أمها تنور وتزيان، وبنت الضرة تصفار وتشيان. غارت منهم هي وخوها، وولت تخدمهم الليل مع النهار وتحرمهم من الماكلة. وما غلطوا وقت اللي قالوا حسبت عند مرت بويا نريح، حتى لقيتها بالكلام والفعال اللي تجرح. والطفلة وخوها كان سموهم قمرة ومحمد، كانوا يروحوا للبقرة اللي خلتها لهم أمهم يشربوا محليبها حتى يرووا. وكل واحد منهم يقول ريحة أمي تغذيني، تضحك سني وترويني. وزادوا زيانوا وكبروا، وما ضرتهم عمايل مرتبوهم فيهم. أمالة مرتبوهم قالت لبنتها عسيهم وجيبي لي خبرهم. ووقت عرفت سرهم قالت لبنتها روحي انتي ثاني شربي من البقرة. أمالة البقرة نطحتها. جات هذيك المربوحة المشرارة قالت كيفاش البقرة تحكر بنتي. وراحت للراجلها وقالت لها أنا البقرة هذه راهي تنطحني أنا وبنتي، ولازم عليك تذبحها ولا تبيعها. قالها مو حال، هذه وصاية المرحومة. هي صمتت عليه، وكان كل ما يجي تعاود له نفس الهضرة، حتى اللي مل وقرر يديها للسوق باش يبيعها. وكان هما يديها يرجعها، حتى حارت في أمره. تبعاته لقاته يعيط ويقول وينه يشري بقرة اليتامى ويهنينا من طيحة وندامة. أما لا، عرفت باللي هو اللي راه محبس البيع تاعها. دارت له حيلة وتبعته عند راس الجبل، وكي قرب يوصل لجهة الدار درقت بين الشجر، ودارت روحها باللي هي مرته، وقعدت تعيط وتقول يا وذبح تربح، إذا شاتيني في قبري نفرح. وقعدت تعاود له فيها حتى اللي أمن باللي هذا صوت مرتاح. ومن بعد ذبحها. وقمرة وخوها بايتين ديك الليلة يبكوا، لا من سمع ليهم ولا من حار فيهم. قمرة قالت خوها اللي يرضى بالقضاء لازم يصبر للبلا، الله هو الغالب ويغلب كل ظالم. وفي ليلتها مرت البو باتت فرحانة، وفرقت اللحم على الجيران. وقمرة توصيهم يخولها العظام، وجمعت مسكينة قاع ذوك العظام وراحت عند أمها دفنتهم. وبقدرة ربي نبتت نخلة من ذوك العظام، وعادوا كل يوم يروحوا لقبر أمهم ياكلوا التمر المعسل وزيان وسمنه. وبنتها تاكل ما تاكل ما يبان عليها. أمالة زادت ثاني نهار عستهم، وتبعت وعرفت السر تاعهم، وقالت لأمها كيما العادة. أمها قالت لها انتي ثاني روحي كولي من ذيك النخلة. وغير حطت الطفلة يدها على ذوك الحبات الطايحين رجعوا كحل ويابسين. تنارفت هذيك الأم وقالت هذه النخلة مالق لي غير نقسمها بالفاس. جابت الفاس وقسمتها على زوج. والغدوة ذاك النص اللي طار زاد طلع منه وكلاو منه اليتامى. كي سمعت بالخبر قالت هذه ما يلقلهاش الفاس، هذه يلقلها النار تاكل جذورها. وفي صبحتها حرقتها. وقمرة وخوها كي جاو القبر الودادة كالعادة لقاو غير رماد. وبدا خوها يبكي ويا قمرة كيفاه الحل. قالت له إذا عدونا هو في الدار القاضي لما نتشارع وتقاضي، نص صبر والصابر ينال. وفي لمحة عين خرجت مقبر أمهم عيون، وحدة البن والأخرى حسل. شربوا منها وفرحوا،
وفاتت الأيام وحالتهم كما هي زينة، واللي معاه ربي ما يضر العبد إذا ربي نصره. وكي العادة السوسة هذيك تبعتهم ودات تخبرهم لأمها، قالت لها وروحي انتي ثاني وشربي منها. وغيل حاولت باش تشرب من ذيك العين، خرج الماء في بلاصته دم فاسد. وفما ثاني قاعدة تتخمم كيفاش تدمر العيون، راحت لقبر امهم وحرقاته. وهما من صبحتها مساكين عطاتهم جلد المعزة، عطات القمرة جلد المعزة وقلت لها غسليه حتى يولي صوف ابيض. وعطات الطفل محمد مسكين كسكاس وقالت له عمرو ما وما ترجعوش بلا ما تنفذوا، صينو تباتوا بالعشاء. ومساكين هما خرجوا وهي فرحت قاعدة تقول تهنى يا الفرطاس من حك الراس، يعني الصوف تاع المعزة عمرها ما راح تبيض، والكسكاس عمرها ما راح يتعمر ما. وشعلت النار في دارها وبدت تعيط يا ناس اتحرقت. جا الراجل قالت له قمرة وخوها كلاتهم النار وهما في وسط الدار، وبدا البكا والعياط. ومن بعد رفدوا رواحهم ورحلوا. وقمرة هي وخوها عند الواد جاهم طير وقعد يقول لهم بيوتكم حرقت وأهلكم رحلت، وقعد يعاود فيها. كي رجعوا للدار ما لقاو فيها عبد وبقاو في الخلا. شعلت قمرة النار وتعشت هي وخوها بمحضر وفوتوا الحال. واللي تخفيه الليالي لابد تظهروا الايام. اماله عولت قمرة باش تروح مع خوها في ارض الله الواسعة، وشدوا الطريق وربي هو الرزاق، يرزق العاصي والكافر والطائع والفاجر، والحساب عنده. وعدوك إلا ما صبت باش تأذيه خليه لربي هو أدرى بيه. شدوها بلادي يعمروها وبلادي يخلوها حتى اللي تعبوا من المشي. وكل ما يفوتوا على عين تقول لها اخته ما تشربش منها، هذه عين السبوعة واللي يشرب يولي سبع، وهذه عين الحلاليف واللي يشرب يولي حلوف. حتى وصلوا لعين الغزلان. كي وصلوا عين الغزلان خوها صاي ما قدرش من التعب وحب يشرب وما خلاتوش. اما لا غفلها قد ما غفلت راح شرب منها. كي شرب تحول الى غزال في الحين، ورجع لاخته حزين. بكات حذاه ومشات معاه واختاروا مكان باش يباتوا فيه، وهو بيت فوق الشجرة. ونهار من صبحتها سارحة بيه، واخر الليل في حجرها ترقده. حتى واحد النهار فات على شجرتهم تاجر، وكانت كاينة قلتها تعمى تحت الشجرة. نزل حصانه يشرب فيها. كي شاف في الماء شاف وجهها، وسبحان من خلق وصور اسم على مسمى. قام رفع عز النهار، رفع راسه وقالها هبطي. وهي تصيح لو كانت تطلع ليا نرمي روحي ونموت. روح يا ولد الناس منين جيت. بقى يحلل ويعاود فيها، ما بقاتش قاع تسمع له ولا تهود. حتى ريو عليه باش يروح عند الستوت ام البهوت اللي تخلي وتعمر البيوت. راح ليها التاجر وعمر حجرها جوهر وياقوت، وقال لها امرك طاعة، وليت تطلبيها من ذهب نعطيه لك، غير روحي هبطيها لي. قالت له ما تخممش نهبطها لك في الحين وفي الساعة. جت الستوت نصبت خيمتها تحت الشجرة، ودارت مطحانة وشعلت على القدرة، وقلبت المواعين والطاجين فوق النار، وربطت الدجاج من كرعيه والكباش مقرونهم، وقلبت حوايجها في النشير. شافتها قمرة وقالت لها يا خالتي راكي غلطتي وقلبتي القش. قالت لها الستوت خالتك مسكينة عين عمشة والأخرى عمات، يعني عين نشوف بيها غير شوية والأخرى ما نشوفش. نزلي لي يا زينة البنات وعد ليهم إذا عرفتي. ومن نيتها قمرة هبطت، وغير حطت كرعيها على الأرض شدتها الستوت ورجالها ربطوها وبعثوها للتاجر. كي جسمع حكايتها وقالها يا بنية أنا نويتك في الحلال، واش تحبين نعطيك من المال؟ أنا كبير التجار وحاجة ما تخصك، لبسك من ساسك لراسك بالذهب، ودارك بخدامك لا خدمة تعبك. قلت لها قمرة نقبل بشرط تقبل معايا غزالي نربيه ونعيش معاه. وكما قالوا ما أحلى قرب أختي وخويا، وفيهم نشم ريحة أمه وبويا، ونتحامى بهم على عدويا. قالها انتي يا غالية وطلبك رخيص. قالها راني وافقت. وتم النصيب وداروا الأفراح والليالي الملاح، وعشت قمرة في الهنا والخير والشهر على أخوه حتى اللي حبلت قمرة. وجات للتاجر خطرة، يعني جاه السفر باش يروح يسافر. وهذا النهار قصد بابهم طالب الخبز والماء،
ومين ما حلت وشافته لقاتو بويها. دست فرحتها في قلبها وبحثت لها مع الخدامة خبزة وحشاتها بالويز والذهب. داها الشيخ الكبير، ومين ما وصلوا للدار تعرفوا العقرب اللي راهي مجاوراته دات الخبز وقسماته هي وبنتها. يطيح الويز، قالت له كل يوم روح لهذه الدار مادام أهلها عندهم الخير. رجع اليوم الثاني والثالث حتى اللي قررت مرته تروح معاه. قالت بالك يمدونا خبزتين، يعني طمعت مشي خبزة واحدة. ودخلت ليها وغير شافت قمر عرفتها، بصح دستها في قلبها. وكيما يقولوا نهار تحضر المصالح تعشي عند الناس زين وصالح. وبدت تتودد لها بالكلام الزين حتى اللي خدعتها، وبدأت تقول لها يا بنتي الصلح بعد العداوة أطيب من الحسل والحلاوة. وهي المسكينة صدقت باللي مرتبوها، ندمت وراهي باغيتها خاطرش هي بنت الأصل. وكيما يقول لك حبيبك احكيله واللي في جيبك اعطيله. وتحلوا عينين مرتبوها وطمعت باش تدير بنتها في بلاصة كامرة. وكي قرب وقت زيادة كامرة قلت لها دينا نشوفوا بير جنانكم. وهي داتها من نيتها، وكي داتها مسكينة غفلتها ولحتها في البير. وكيما قالوا بعض الناس هذا هو حق الخير، وتحسب مرتبوها تكون ليها عون حتى خرجت ليها فرعون. طاحت قمرة في البير وكان فيها حنش كبير. دات بلاصتها أختها، وغير رجع التاجر وشاف الطفلة انخلع. قالها وش بيكي تبدلتي؟ قالت له المرأة إذا حملت ذبلت. قالها وش بيه لونك كحال؟ قلت له من وحشك وانت بعيد في الترحال. قلبه حسه يعني حس باللي مشي هذه قمرة ونخلع منها، وراح شد بيت واحدة أخرى ورقد فيها حتى يفهم وش اللي صرا بغيابه. وفاتت الأيام وجاته وقالت له يا مولا بيتي إذا حبني نرتاح ونرجع كيما كنت اذبح الغزال. قالها راحتك وراح تبني هي الصح. ومضاو الموس وسخنوا الماء. راح الغزال يبكي عند البير ويقول يا قمرة المواسم ضاعت والقدور غلات وخوك راهو في عداد الأموات. وهي تقول له وليدات التاجر على الركبة والحنش على ركبة، وما عندي ما ندير لك على قطيع الرقبة. وبقات تعاود فيها وهو يعاود في هدرته حتى جا فايت المدبر تاع التاجر فهم وسمع واش بينهم من حديث. وجاب التاجر وقال له ما نخرجوها إلا إذا خرجنا الحنش. ذبحوا كبش عند عتبة البير وخرج الحنش طامع، وقطع له راسه التاجر وهبط لها هي حبل. وجبد الذراري اللي ولدتهم في البير وهما توأم وجبدوها هي. وبعد ما خرجت حكت للتاجر واش صرا وكيفاش ردت لها مرتبوها الخير. وكما يقولوا الخير بالخير والبادي أكرم والشر بالشر والبادي أظلم. ومادام هي نوات باش تذبح لها خوها خليها تتغذى باللي حبت تعشيها بيه. ذبحوا بنتها وداروا عليها الطعام واللحم وبعثوه لامها وقالوا لها ذوقي لحم الغزال حلال عليك. وبدت تاكل وتلوح للقطة تهرب منها، تلوح للكلب يهرب منها. وهي تاكل وكيف فتحت السلة تاع الفاكهة لقات راس بنتها. عيطت عيطة واحدة طارت روحها معاها. والراجل ولا لبنته وعرف الحكاية وعاش عندها. وقرت لهم باللي الغزال هو أخوها. داوه لذات العين شرب منها 7 خطرات وعاود رجع راجل كيما كان. وتنحى عليه السحر وزوجوه وفرحوا بيه وعاشوا في الخير والحرير. إن شاء الله تكونوا فهمتوا المعنى والتفسير باللي الحق مهما راح يولي لأصحابه، واللي منصور من عند ربي ما يقدر لا العبد ولا الجن يأذوه. وهذه هي قمرة وخوها ضيعوا حقهم مرة وزوج وتعبوا. وكما قالوا العبد قال للحق تعبتني، قال له الحق خاطر من يديك خرجتني. وديما حط الحاء على القاف وطلب حقك من سيدي ربي. وخلاص الحكاية وإن شاء الله تكون عجبتكم.